في نوع معين من السحر مش بيضحك لكن بيخليك تتجمد مكانك، سحر غامق ومليان ألغاز، وورا كل خدعة فيه سر مرعب وسر دموي. لكن انت مستعد تشوف الحقيقة حتى لو مخيفة؟ يبقى يلا بينا نشوف فيلم ذا برستيج. حكايتنا بتبدأ مع جون وهو بيحكي لبنت صغيرة عن السر اللي ورا أي خدعة سحرية، وبيقول لها إن أي خدعة بتمر ب3 مراحل. أول مرحلة اسمها البرستيج، ودي المرحلة اللي بتجيب فيها حاجة عادية خالص زي طيارة ورق أو طوبة. وتاني مرحلة اللي هي تيرن، ودي اللحظة اللي الحاجة العادية دي بتتحول لحاجة مش ممكن تتصدق، زي ان الطيارة او الطوبة اللي انت جبتها دي بتختفي. بس الجمهور مش بيبقى مبسوط كده وخلاص، بيبقوا عايزين يعرفوا السر. وهنا بتيجي المرحلة الثالثة للبرستيج، وهي اللحظة اللي بتحاول تكتشف فيها ازاي اتعملت الخدعة، لكن دايما بتفشل. وبيتغير المشهد وبنلاقي نفسنا في قاعة محكمة لمحاكمة ساحر اسمه ألفريد، متهم انه قتل ساحر تاني اسمه روبرت عن طريق انه غرقه في حوض مية بيستخدموه في عروضهم السحرية. وبنكتشف ان البنت الصغيرة اللي جون كان بيكلمها هي بنت ألفريد. وبنرجع فلاش باك لسنين كتير ورا، وبنشوف عرض سحري لساحر كبير مشهور، وبيطلب من الجمهور 2 متطوعين علشان يساعدوه في العروض السحرية بتاعته كنوع من الشفافية. وبيطلع ألفريد وروبرت من وسط الجمهور، وبيطلب منهم الساحر انهم يربطوا ايدين ورجلين المساعدة بتاعته جوليا بحبال جامدة علشان يدخلها جوه صندوق مية، ومن المفترض انها تفك نفسها وتخرج من غير ما حد يساعدها. وبنشوف جون وهو واقف ورا الكواليس ومعاه فاس في ايده علشان لو جوليا اتأخرت في الخروج يكسر الصندوق بسرعة وينقذها. لكن جوليا بتنجح وبتفك نفسها وبتخرج قدام الجمهور وسط انبهارهم وتسقيفهم. وبعد العرض بيتجمع الفريق، وبنفهم ان روبرت وألفريد من اعضاء الفريق، وكمان بنعرف ان جوليا تبقى حبيبة روبرت. وبيلفت جون نظر ألفريد إن الرابطة اللي ربطها كانت ضعيفة، وإن جوليا كانت ممكن تقع وهي متعلقة في الهواء. لكن ألفريد بيقوله إن المرة الجاية هيربط إيدين جوليا رابطة لانجفورد، وبيحذر جون وبيقوله إنه لو استخدم الرابطة دي جوليا ممكن ما تعرفش تفك نفسها وتموت. وبيروح بعدها ألفريد مع روبرت لعرض ساحر صيني، واللي بيقدم خدعة سحرية عبارة عن إنه بيظهر حوض سمك من العدم. وبيقدر روبرت إنه يكشف سر الخدعة، وبيحكي لجوليا إن الساحر بيبقى مخبي حوض السمك بين رجليه، وبيخرجوا بسرعة أثناء ما بيغطي ترابيزة بالقماش اللي معاه. وبعد كده بنروح لروبرت وهو شغال مع ساحر تاني بعد ما بيخلص مع فريق جون، وبنشوف واحدة من الجمهور اسمها سارة، واللي بيبان إنها هي وألفريد معجبين ببعض. وتاني يوم أثناء ما روبرت وألفريد بيربطوا جوليا، بتطلب جوليا من ألفريد إنه يربطها ربطة لانجفورد، وبيتردد ألفريد في البداية لكنه في الآخر بينفذ طلبها. ولما بتنزل الحوض بتتأخر ومش بتعرف تفك نفسها. هو بيحاول جون انه ينقذها وبيكسر الحوض بسرعة، لكنهم للأسف مش بيلحقوها وبينهار روبرت لموت حبيبته. وفي جنازة جوليا بيعتذر ألفريد لروبرت عن اللي حصل، لكن روبرت بيتهمه بقتل جوليا. وبيمشي ألفريد وهو متأثر. وبيعدي وقت وبنعرف ان سارة وألفريد اتجوزوا، وبيزور ألفريد في البيت صديقه فانون واللي هيساعده في خدعه السحرية الفترة اللي جاية. وبيعرف ألفريد سارة انه قدر يوصل لخدعة جديدة اسمها خدعة التقاط الرصاصة، وبيخليها تضرب عليه رصاص وبيقدر انه يمسك الرصاصة بايده بدون ما يتصاب. ولما بتسأله سارة عن سر الخدعة بيعرفها ان المسدس اصلا ما فيهوش رصاص حقيقي. وتاني يوم اثناء تقديم العرض بيطلب متطوعين من الجمهور، ووقتها بيطلع روبرت وهو متنكر وبيبدل المسدس اللي عطاهوله ألفريد. وبيقدر ألفريد انه يتعرف عليه، وبيسأل روبرت ألفريد عن الرابطة اللي ربطها لجوليا في اخر عرض ليها، وبيقوله ألفريد انه ما يعرفش. فبيضرب روبرت عليه رصاص وبتصيبه في ايده، وبيروح البيت وبتبقى ايده بتنزف جامد. وبيقول لسارة ان النهاردة هيقدم اهم خدعة سحرية واللي هتكون السبب في شهرته. وبيعرض جون على روبرت انه يشتغل معاه وينفذ الخدعة السحرية اللي بيصممها جون، وبيجيب له مساعدة ليه اسمها أوليفيا. وفعلا بيبدأ روبرت في التدريب على الخدعة السحرية اللي بيصممها جون لغاية ما بيجي يوم العرض. وبيطلب روبرت من الجمهور 2 من المتطوعين، راجل وست. وبيتفاجئ ان ألفريد هو اللي اتطوع، وبيكشف خدعته السحرية للجمهور وبيبوظ له العرض بتاعه زي ما هو عمل قبل كده. وبيفضل روبرت يحضر عروض ألفريد علشان يفهم السر ورا خدعه اللي بيعملها. وهنا بيشوف أعظم خدعة سحرية شافها في حياته. بيبقى ألفريد واقف على المسرح وبيرمي كورة في الهواء، وبيدخل جوه باب وبيختفي، وبيخرج في نفس اللحظة من باب تاني من الجهة المقابلة، وبيمسك الكورة قبل ما بتقع على الأرض. ومش بيبقى روبرت فاهم ازاي ألفريد قدر انه يوصل بالسرعة دي، وبيسأل جون هو ازاي ألفريد قدر ينفذ الخدعة دي. فبيقوله جون ان ملهاش غير تفسير واحد، وهو ان ألفريد بيجيب شبيه ليه وهو اللي بيخرج من الباب التاني. لكن روبرت بيرفض الفكرة دي.
بدليل الإصابة الموجودة في إيد ألفريد اللي بيدخل من الباب وبيخرج هو بنفس الإصابة من الباب التاني. وبيقول لروبرت إنهم لازم ينفذوا الخدعة دي علشان ما يبقاش ألفريد سابقهم. فبيعرفوا جون إن الحل الوحيد هو إنهم يجيبوا شبيه ينفذ معاه الخدعة دي، لأن دي الطريقة الوحيدة اللي هو يعرفها. وفعلا بيقدروا يوصلوا لممثل فاشل يشبه لحد كبير روبرت، وبيدربوا جون كويس وبيقدروا إنهم ينفذوا الخدعة. لكن ده مش بيكون كفاية لروبرت، وبيطلب من أوليفيا إنها تروح وتشتغل مع ألفريد وتحاول إنها تعرف سر الخدعة السحرية اللي بيقدمها. وعشان ما يشكش فيها بتقول أوليفيا لألفريد الحقيقة، وهي إن روبرت بعتها علشان تكون جاسوسة، لكنها مش هتعمل كده، وإنها عارفة إن روبرت ساحر ضعيف لدرجة إنه مش قادر ينفذ خدعه السحرية وبعتها تسرقها له. وبيوافق ألفريد إنها تشتغل معاه، وبيروح للبار اللي بيسهر فيه شبيه روبرت، وبيجرجروا في الكلام لغاية ما بيتأكد إن ده مش روبرت الحقيقي، وإنه مجرد شبيه ليه علشان ينفذ الخدعة. وبيقدر ألفريد إنه يقلب الممثل على روبرت وبيخليه يتمرد عليه ويطلب فلوس أكتر علشان يكمل معاهم العروض. وأثناء العرض بيدخل روبرت من باب لكنه بيقع وبتتكسر رجله، وده لأن ألفريد بيبقى شايل الصندوق بتاع المية اللي المفروض روبرت يقع فيه. وبيطلع على المسرح بدل من شبيه روبرت وبيبوظ لهم العرض، وبيظهر شبيه روبرت وهو نازل من السقف ومربوط. وبيفضل ألفريد يتريق عليهم وبيعلن للجمهور عن عروض سحرية قوية في مسرحه، وبيمشي بعد ما بيكون دمر العرض بتاع روبرت. وبيتقابل روبرت مع أوليفيا وبيتخانق معاها لأنها كل ده لسه معرفتش سر الخدعة اللي بيقدمها ألفريد. وبتعرفه أوليفيا إنها بتتوقع إنه جايب شبيه ليه، وده لأنها بتشوف أدوات في الكواليس للتنكر، وكمان هي سرقت مذكرات ألفريد لكن ما لقيتش فيها أي حاجة عن سر الخدعة. وبتعرفه أوليفيا إنها مش هتكمل في اللعبة دي لأنها حبت ألفريد. فبيروح روبرت لتسلا وبيطلب منه انه يخترع له جهاز نقل كهربي، بمعنى ان الجهاز ده ممكن ينقله من مكان لمكان عن طريق الكهرباء. وفعلا بيقدر تسلا انه يصنع الآلة دي، لكن لما بيجربها بنكتشف انها آلة استنساخ مش نقل. وبيسلم تسلا لروبرت الآلة وبينصحه انه ما يستخدمهاش لانها هتنهي حلمه قبل ما يبدأه. وبيعرف روبرت من مذكرات ألفريد ان أوليفيا اعترفت له بالحقيقة من اول مرة اتقابلوا فيها، وعرفته باتفاقها مع روبرت، وانها هنا علشان تنتقم من روبرت لانه ضحى بيها علشان يحقق حلمه وغروره. وبنشوف ان روبرت قدر انه ينفذ الخدعة السحرية، وهي انه يختفي من مكان ويظهر في نفس الوقت من مكان تاني ابعد بكتير. وبينبهر صاحب اكبر مسرح في لندن، وبيتفق مع روبرت انه يقدم خدعته على مسرحه. وبنروح لسارة واللي بتنتحر بعد ما بتعرف ان ألفريد بعد عنها وبقى يحب أوليفيا. وفعلا بيقدم روبرت خدعته السحرية وبيكسر بيها الدنيا، وبيبقى ألفريد هو اللي عايز يعرف السر المرة دي. فبينزل سرقة في كواليس العرض وبيشوف ان روبرت وقع جوه صندوق مية، لكن الصندوق بيتقفل عليه ومش بيعرف يخرج. وبيحاول ألفريد انه يكسر الصندوق لكن بيتأخر الوقت وبيموت روبرت. وبنرجع لأول الفيلم أثناء محاكمة ألفريد بقتل روبرت، وبيتم إصدار حكم الإعدام على ألفريد. وبيروح شخص يزور ألفريد وبنكتشف إن هو نفسه روبرت، وإن اللي مات في الصندوق ده هو المستنسخ بتاعه مش هو نفسه. وبيترجى ألفريد إنه يروح ويعترف للشرطة بالحقيقة وإنه كده هيتعدم ظلم، لكن روبرت بيحس وقتها بالانتصار وبيرفض يساعده وبيمشي. وبيزور فانون روبرت وبيعتذر له روبرت عن كل اللي حصل وعن خسارته لسارة، وإنه مسمعش كلامه وبعد عن روبرت، وبيودعه وبيتعدم بعدها. وبنشوف إن في حد ضرب على روبرت رصاص، وبنعرف إنه ألفريد. وبنرجع فلاش باك وبنعرف إن فانون هو أخو ألفريد التوأم، وإنهم كانوا عايشين حياتهم كأنهم شخص واحد، لدرجة إن فانون قطع صباع من صوابعه علشان يبان عنده نفس الإصابة اللي سببها روبرت لألفريد، وإن ألفريد هو كان فعلا بيحب سارة، وفانون هو اللي كان بيحب أوليفيا. ولأن سارة ما كانش عندها خلفية بوجود شبيه لألفريد، ففكرت إن الشخص اللي بتشوفه مع أوليفيا ده هو جوزها، وده تسبب لها في حالة اكتئاب لغاية ما انتحرت. وبنعرف ان اللي اتعدم هو فانون مش ألفريد، وبيموت روبرت بعدها. وبنشوف في اخر الفيلم ألفريد بعد ما بيوصل على المكان اللي عايش فيه جون، وبتبقى بنته مستنياه هناك وبتجري عليه وبتحضنه، وبيقرر انه يكمل حياته معاها ويبعد عن السحر والخدعة السحرية، وبينتهي الفيلم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنسوش تكتبولي في الكومنتات عايزيني ألخص فيلم ايه اللي جاي.